صباح الخير. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة السويت اند ساور. أكلة كده جميلة جدا بناكلها بره وأسعارها بقت غالية جدا. احنا هنعملها في البيت بمكونات موجودة في كل بيت، متاخدش وقت خالص وكمان جميلة جدا ومشبعة. بس قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب، وشير ولايك لو انت على الفيسبوك. ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. عندي هنا المكونات الطبيعية جدا. عندي وراك كنت جايباها وخليتها كده وقطعتها صغير، وكمان ممكن تستخدمي الصدور عادي. وكان عندي هنا فلفل الوان وجزر وبصلاية قطعتها قطع صغيرة. اول حاجة هجيب هنا الوراك بتاعتي، جبتها وقطعتها صغير. هحط عليها ملح وفلفل اسود، نص معلقة توم باودر، نص معلقة بصل باودر وبابريكا وبيضاية صغيرة، بيضاية واحدة، وممكن كمان تقدري تستغني عن البيض خالص. هديلها كده تقليبة، وبعد كده هنزل بيه معلقتين من الدقيق ونص معلقة من النشا، عشان النشا كده يخليها متماسكة شوية، وشوية من البيكنج باودر عشان الخلطة تبقى هشة كده معانا في الفراخ بتاعتنا. واقل كده من ربع كوباية من المية، وهديها تقليبها وهسيبها بقى عشان نجهز الصوص بتاعنا. جبت هنا بولة وهحط نص كوباية من الكاتشب ونص كوباية من الصويا صوص و3 معالق من السكر. هقلب بقى كل ده كويس مع بعض قوي، وهجيب كده كوباية هاخد من الصوص بتاعنا ده شوية، هشيلهم على جنب وهنستخدمه بعدين واقول لكم ليه. وهنا حوالي تلت كوبايه من الخل، هقلبهم كويس واركنهم واتبل بقى الفراخ بتاعتي. جبت هنا كوبايه من الدقيق، معلقه من النشا، واحط بقى الفراخ بتاعتي واتبلها. مش عايزه اضغط عليها، انا عايزه ابدرها بس كده فقط. هبدر الكميه كلها واكون حاطه زيت على النار عشان يسخن قوي، انا عايزاه يبقى سخن وغزير. كده تبلت الفراخ بتاعتي، هحطها بقى كده في الزيت. بصوا، اهم حاجة الزيت يبقى كتير وسخن، وفي نفس الوقت توطوا على الفراخ عشان الفراخ تستوي معانا، لان هو ده سواها الوحيد ولازم تبقى مستوية من جوه. هوطي كده النار واخليها نار متوسطة لحد ما تستوي معانا، واطلعها كده على حاجة واسيبها لحد ما تهدى. بعد كده هجيب حله واحط شويه من الزيت، معلقه من الثوم المفروم، مش هديله تقليبه، يدوب بس كده اقلبه، وانزل بالبصل كنت مقطعاه مكعبات صغيره، وانزل بالفلفل الالوان، كنت مقطعه فلفل رومي واصفر واحمر وجزرايه، كل ده مقطعاه قطع صغيره. هقلب كل ده مع بعض واحط الصوص بتاعنا وربع كوبايه من الميه، حطيت معاها معلقه كده من النشا، وهحط كل ده مع بعض. بعد كده هنزل بنص معلقه من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود، واسيبها لحد ما تغلي وتتقل كده معانا. اول ما توصل للقوام ده هنزل بالفراخ بتاعتي واديها تقليبه واسيبها بقى دقيقتين بالظبط تستوي معانا. بعد كده هعمل النودلز بتاعتي، هجيب ميه سخنه تكون غليت خالص، واحط معلقه من الملح، وهنزل بيه المكرونه. انا مستخدمه مكرونه شرايط، تقدري تستخدمي المكرونه الاسباجيتي عادي. واديها كده تقليبه، ولما خلاص داخله على السوا هاخد شويه كده من ميه سلق المكرونه هنستخدمهم قدام، واصفي المكرونه وما اغسلهاش. وهجيب حله تانية واحط شويه من الزيت، معلقه من الثوم، وهنزل برده بفلفل الوان وجزره صغيره كنت مقطعاهم كده رفيع شرايح. هديلها تقليبه، والصوص اللي احنا كنا شايلينه قبل كده هننزل بقى بيه على الخضار بتاعنا ده، وربع برضو كوبايه من الميه هنزل بيها بشويه من النشا، واحط ملح وفلفل اسود. بس ربع معلقه بس من ربع كوبايه من الميه ومعلقه صغيره من النشا. اديها تقليبه، ولما يتقل هنزل بالمكرونه بتاعتي، ولما توصل للون ده خلاص كده استوت معانا. هقدمها بقى واحط شويه كده سمسم من على الوش. بس بتبقى خطيره، بيبقى طعمها حلو قوي، والسمسم بيديها شكل وطعم حلو قوي. جربوها، وانا واثقه ان انتم مش هتجيبوها من بره تاني، لان هي اقتصاديه جدا ومش مكلفه وكمان جديده وطعمها حلو. جربوها وقولوا لي ايه رايكم.